من مدينة نصر في القاهرة ينضم إلينا زميل أحمد بقاتو الذي يتابع الأوضاع هناك. لا أعتقد بأنك بمدينة نصر أحمد، إذا أنا مش غلطانة أنت الآن بقلب القاهرة. أحمد مساء الخير وأهلا فيك. طبعا كنت بمدينة نصر وتابعت كل الأوضاع. أولا بأول بدي أعرف منك إن كان هناك أي معلومات جديدة الآن بالنسبة للضحايا الجرحى، أحدهم جراحه خطيرة كما قيل، وبالنسبة لما يمكن أن أعلن من ربما تحقيقات أو معلومات. نعم بالفعل، يعني نحن غادرنا بعد أن قامت قوات الشرطة بمغادرة المكان، وبعد أن قامت إدارة البحث الجنائي وأيضا خبراء المفرقعات بفحص المكان، ومن ثم بعد ذلك غادروا. حصيلة المصابين هم 5 مصابين، إحداهم أو أحدهم حالته خطيرة. أيضا ما تم العثور عليه هو عبوة ناسفة أخرى فقط وليس عبوتين، إذا عبوة انفجرت وعبوة أخرى كانت مزودة بجهاز تحكم عن بعد وكانت في طريقها للانفجار. يبدو أن يعني من وضعها كان يريد قدوم قوات الشرطة ومن ثم تفجيرها لإحداث إصابات كبيرة بين قوات الشرطة، لكن هذا لم يحدث، حيث أن خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية اكتشفوا هذه القنبلة وتم إبطال مفعولها. الأمور صارت بصورة طبيعية الآن في شارع مصطفى النحاس، لكن يبدو أن هناك طريقة جديدة وأسلوب مختلف الآن للذين يقومون مثل هذه العمليات، وهو استهداف أي من كان، سواء كانوا مواطنين أو منتسبين لقوات الشرطة أو الجيش. وزير الداخلية قبل قليل يعني اجتمع بمساعديه وقال أن الوزارة والشرطة في كافة المحافظات المصرية الآن في حالة استنفار كبيرة، وأنه تقرر عمل خطة أمنية تتضمن تسيير دوريات من أجهزة كشف المفرقعات وأيضا كلاب البوليسية في الميادين والشوارع والمحاور الرئيسية في مختلف المحافظات المصرية، هذا بالتعاون أيضا مع قوات الجيش، وكذلك تأمين كافة المؤسسات الحيوية والجامعات والمنشآت الهامة. يعني يمكن القول أن هناك خطة في الفترة القادمة بالتعاون بين قوات الجيش والشرطة لتأمين كافة هذه المنشآت. أيضا يأتي هذا مع حديث المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن من سيشارك في أي تظاهرة يا جماعة الإخوان المسلمين سيتعرض لعقوبة قد تصل ل5 سنوات، فضلا عن أن من يقود أو يتزعم هذه المسيرات قد يواجه الأشغال الشاقة المؤبدة حتى وإن كان سيدة. هذه ما بعرف، في كلام أكبر كمان رح نحاول في هذا الكلام. نعم، وكلام يعني أكبر حتى من هذا رح نحاول إنه نناقشه. في كلام نقل عن السيد هاني عبد اللطيف إنه بتصل للإعدام قيادة مسيرة للإخوان. نعم بالضبط. نعم بالضبط، هذا كلام نقل عن متحدث باسم وزير الداخلية. لذلك يعني السؤال المطروح، هل هذا سيوقف تظاهرات ومسيرات الإخوان؟ لا أعتقد أن هذا سيوقفها، لكن الخبراء القانونيون والأمنيون يقولون أن إصدار أحكام سريعة بخصوص من يتورط في أعمال شغب أو يعني قيادات أو أعمال محظورة، من المفترض أن تصدر عليه أحكام سريعة. هذا سيقلل من يعني الزخم الموجود لبعض المسيرات سواء في الجامعات أو في غيرها، لأن القبض على بعض الأشخاص ومن ثم الإفراج عنهم هذا يعطي صورة من عدم المصداقية تجاه ما يحدث. لكن أيضا كانت ملحوظة لافتة لدى كثير ممن شاهدوا أو كانوا في موقع الحادث، هو قيام الحادث وقع أمام المدينة الجامعية للطلبة جامعة الأزهر. بعض طلبة جماعة الإخوان صعدوا على السور ورفعوا إشارات رابعة، هذا كان استفزاز لبعض المواطنين الذين هاجموهم وقاموا يعني بالرد عليهم أو بشتمهم بمعنى أصح. كان هناك أسلوب مستفز كما يقول المواطنين وكما شاهده الكثيرون. إذن لا يعتقد الكثيرون أن هناك توقف لمسيرات جماعة الإخوان المسلمين، وإن كان يعني كونها أو اعتبارها جماعة إرهابية. نعم. هذا أمر هام. أيضا وزارة الخارجية اليوم أبلغت كافة الدول العربية بقرارها باعتبار الجماعة جماعة إرهابية، وهذا أيضا من شأنه أن يحدث أمور أو تطورات في الأحداث خلال الفترة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا أحمد، وسنعود إليك مع كل جديد من القاهرة. زميلنا أحمد بقاتو أشكرك مجددا.